السلام عليكم. النادي الاهلي بيتعادل مع يانج افريكانز التنزاني 1-1. مباراه يعني تعادل، بس بصراحه يعني الحمد لله نحمد ربنا على النقطه. علشان نبقى صريحين برضو مع بعض وواضحين، مباراه خارج عن كولر خالص. الراجل النهارده بصراحه عمل اللي عليه، بدايه من التشكيل اللي هو افضل اللي موجود عنده. يعني مثلا بدا بالشناوي، ياسر عشان اصابه عبد المنعم، رامي ربيعه، هاني، علي معلول، مروان عطيه، ديانج، امام، حسين الشحات، تاو، كهربا. كهربا يا جدعان برضو كله متحامل عليه. كهربا مش راس حربة صريح، لازم برضو ما ننساش النقطة دي. كهربا مش راس حربة صريح. فالنهارده كولر ده يعتبر انسب او افضل اللي عنده. يعني نقيم اللعيبه مثلا بسرعه كده. الشناوي من افضل مبارياته، سيبك من الهدف هنحلله مع بعض دلوقتي، لكن من افضل مباريات الشناوي بقاله كام ماتش بصراحه ماشي كويس. عندك ياسر برضو مستواه ثابت وكويس. رامي ربيعه كومنتاتي اللي عليه كلها النهارده بضربات الراس، كلها بص في عصافير عمال يشوط بره. ايه يا رامي في ايه؟ انت كان اكتر حاجه بتميزك ضربات الراس. العرضيات يا ما بتوصلش، يا اما بتوصل لرامي بيحطها بره بدماغه. مفيش كوره واحده راكبها صح، مفيش ولا كوره. خش بعد كده علي معلول برضو بعيد خالص عن مستواه. محمد هاني لا، اكرم توفيق او كريم فؤاد في الحته دي احسن من هاني حاليا. هاني برضو مستواه بعيد شويه. مروان عطيه من اقل مبارياته برضو مش عارف يجيب نفسه. ديانج لسه هنجيله، ديانج برضو بعيد خالص. امام عاشور بدا يركز مع الجماهير على السوشيال ميديا وبقى فرحان بحته بقى ان هم الناس عماله تطبل له والكلام ده. بدا تحس اللعب بقى استعراضي. بيرسي تاو من وجهه نظري يعتبر نجم المباراه، عامل مباراه حلوه قوي، وعامل ناحيه اليمين كانت جابها من نار بصراحه. كان محتاج مسانده، لو جنبه كريم او اكرم لا كان ممكن يطلع منه شغل احسن من كده. حسين الشحات رابع او خامس مباراه على التوالي بعيد عن مستواه خالص. كهربا بقى مظلوم. كهربا يا جدعان انتوا نسيتوا ان هو اصلا طرف، هو مش راس حربه. لكن الكور اللي جات له النهارده بصراحه لو راس حربه موجود لا الماتش يخلص 3-4 مرتاح. لكن الحمد لله في المجمل انت اول مجموعه متصدر. انت 4 نقاط، ميدياما 3، شباب بلوزداد 3، يانج افريكان نقطه. هيجي لك يوم 8 هتلاعب شباب بلوزداد هنا تكسبه، يبقى ان شاء الله كده انت يبقى معاك 7 بونت. ان شاء الله محتاج ماتش من الباقيين، ما انت عارف اللي بيجيب 10 نقاط بيبقى خلاص صعد. فان شاء الله يعني فالحمد لله وضعنا المره دي احسن من السنين اللي فاتت. اخش معاك بقى في الحالات بسرعه. نبدا طبعا بالفرصه اللي شلتنا كلنا، ما انا مش هتشل لوحدي، ركز معايا في الكوره دي. حسين الشحات. حسين الشحات لو مركز، عشان كده بقول لك هو بعيد عن مستواه. حسين الشحات لو مركز الكوره دي بتاعتك يا حسين. المفروض هيجي له هنا، يا هيقف بيها ويلم الترقيصه اللي بيعملها. الكوره دي حسين لو وقف بيها الكوره جول، لان البص حارس المرمى في ظهره مدافع، وفي واحد اللي بيحاول يغطي الجون ده. لو حسين وقف بالكوره الثلاثه تخرجوا بره الكوره خالص، لان هم مندفعين غصب عنهم هيطلعوا لبره الكوره خالص والجون هيتفتح. لو بصاها لبيرسي تاو، والله اعلم ده مين، تقريبا تاو، لو حطها لتاو الجون فاضي، او شاطها هو هيبقى الجون فاضي. لكن هو اختار القرار، اسوأ قرار اختاره، اللي هو يشوط من مره واحده قويه، طلع زي ما انت شفت كده. نخش برضه على الفرص المؤكده. ما انا بقول لك النهارده كولر ما يسالش ليه، لان الكور دي كلها جوان. الكره الثانيه اللي بيرسي تاو عملها بالكعب حلوه لديانج. بص ديانج واقف فين؟ ديانج المفروض يشيلها من فوق الحارس، يعني الكوره يشيلها من فوق الحارس جون، خلاص خلصت. لكن هو عشان ما عندوش المهاره دي قرر يرجعها لورا. الكوره دي امتى ترجع لورا؟ لما يبقى 2-2 او 2-1، مش 2-200. يبص الزحمه، ما طبيعي لازم تضيع. كهربا اتفاجئ ان الكوره رجع له لهنا، اصلا المفروض ما ترجعلوش. كهربا اتفاجئ بيها، لان هي المفروض ديانج يشوطها تيجي بقى في جسم الحارس تطلع من فوقيه، لان هو ما عندوش حته اللوب دي. انما ترجع لورا ده اسوأ قرار في الدنيا. انا ما اعرفش افكر فيها ازاي، ده اخر قرار ممكن اللعيب ياخده في موقف زي ده برضه. بص كولر ملوش دعوه. خش بعد كده طبعا التغييرات، نتكلم بعد التغييرات. عجبتني قوي انها بدري، الراجل برضه بدا يسمع الكلام، عامل تغيير بين الشوطين. امام مش في مستواه يطلع، مش لازم استنى 60 و70، اطلع طلع امام، نزل قفشه اللي عمل برضه شغل في الجانب الهجومي. وبعد كده طلع حسين الشحات وكهربا ومروان عطيه، ونزل السوليه وكريم فؤاد وطاهر، علشان يحول الملعب ان تاو وطاهر يبدلهم في مكان الراس حربه، وكريم فؤاد ناحيه الشمال. رغم ان كريم لو خلاه ناحيه اليمين زي ما كان، وطاهر ناحيه الشمال زي ما هو، وتاو راس حربه صريح زي الكره اللي جابها جون، كان افضل. لكن هو بقى يعمل سويتش ما بين طاهر وما بين تاو، وخلى كريم ناحيه الشمال. دي يمكن اللي تحسب على كولر، انه خلى كريم ناحيه الشمال. كنت خليته ناحيه اليمين زي ما هو احسن. لكن برضو مش بطاله، يعني برضو عملوا شغل. التغييرات في توقيتات كويسه، توقيتات ممتازه، تغييرات حلوه وعملت شغل. بص بقى الكوره دي معايا، كريم فؤاد صعبه. الكوره تبان لك سهله انفراد، لكن صعبه. بص المدافع خلاص لحقه، المدافع لحقه والتاني داخل عليه وهيلحقه، سيبك من التالت ده بره اللعبه. لكن الحارس، بص الحارس واقف صح.
الكره لو جت يمين هيطير يعمل عليها تراي ويجيبها، اتعملت شمال هيطير عليها يعمل تراي ويجيبها. فكريم ما كانش قدامه غير حل واحد بس، انه يقرص على الكره زياده لجوه وهو ورزقه، يا زاويه الشوط تتفتح يا ياخد ضربه جزاء، ملهاش غير كده، يا اما يشوط من مره واحده وتطلع زي ما انت شفت، لان ركنتها من المكان ده صعبه قوي، دي محتاجه واحد بقى زي قفشه، واحد زي حسين، امام عاشور، خدت بالك من بيركن حلو، السوليه. لكن كريم بحته ان هو بيلعب اصلا باك، دي مش بتاعته، هو كان يقرص شويه ويخش، يا هياخد منها ضربه جزاء، حد من المدافعين اللي ورا دول السمر الحلوين دول يقص وياخد ضربه جزاء، يا اما زاويه الرؤيه هتتفتح ويحطها. نيجي بقى الهدف اللي دخل فينا، الشناوي يمكن يسال عليه في حاله واحده، انها ايه؟ انها جت في ايده، يعني انت ادام رحت معاه عملت تراي وجت في ايدك ولحقتها يبقى المفروض دي بتاعتك. هي كرة قوية ومن زاوية قريبة، دي الحاجة الوحيدة اللي تخلي الشناوي ما يسألش عن الهدف، ان الكورة قوية من مسافة قريبة، لكن هو الهدف في الأساس بتاع ديانج. بص ديانج حط رجله وسحبها، ويوصل عنه برده هو مشاركة ما بينه وما بين ياسر إبراهيم، ياسر برده حتى لو دي هم اعتمدوا على بعض، ديانج كش علشان ياسر هيخش، طب انت ياسر برده لازم تفلق زاويتك صح، ديانج اتدخل ما اتدخلش انت المفروض تعمل دورك. فهو الهدف خطأ مشترك ما بين ياسر وما بين ديانج. ده بقى اللي يوريك هنا الكوره بص زاويتها قريبه، فده العذر الوحيد للشناوي، يعني الشناوي ينفع تشيله 50% من الهدف، يا ما تشيلوش حاجه خالص، انما ما يشيلش الهدف لوحده خالص لانها قريبه قويه، فيشيل 50% من الهدف يا ما يشيلوش خالص. ديانج رقم 1، ياسر رقم 2، الشناوي رقم 3، لانك معنى انك تعمل تراي وتروح معاه معناه ان مساحه الرؤيه واضحه انت شايفها، انك تروح معاه وتجيبها كده معناه ان انت شايفها. بس كده، بس الحمد لله يعني برضو في المجمل اللعبه النهارده نعذرها بس عشان حاجه واحده، ان الملعب النجيله عاليه وكان في امطار زي ما انت شفت برك الميه، فده برضه يعني حاجه الوحيده لو اللعيبه النهارده ممكن تعذرها في حته الملعب. لكن كولر ما يسالش، الراجل عامل اللي عليه زي ما انت شفت الفرص دي، الراجل مش هينزل يجيبها، مش هينزل هو يغطي مكان ديانج وياسر يمنع الهدف اللي دخل، الراجل النهارده عمل شغله. النهارده القصه لعيبه فقط. برضه احنا هنقبل نقطه التعادل بالنسبه للاجواء اللي هم فيها والسفر الكتير كده. ان شاء الله عندك يوم 8 شباب بلوزداد، وان شاء الله تكسب يبقى 7 نقاط، يبقى انت كده امنت نفسك علشان بعد كده تبدا مشوار كاس العالم للانديه اللي ربنا يستر علينا فيه. بس كده عشان ما اطولش عليك، وان شاء الله نتقابل بعد المباراه الجايه والنادي الاهلي كسبان ومحقق ال7 نقاط. اشوفكم على خير، السلام عليكم.